ده سباستيان عنده قناة على اليوتيوب بينشر عليها فيديوهات في مجال فتح الخزن، وده لأن هو مهووس بالمجال ده، ولكن كل الخبرة اللي بيمتلكها سباستيان لحد دلوقتي نظريا، ولحد دلوقتي ما جاتلوش فرصة ان هو يطبق على حاجة عملي لأن هو مش حرامي. وبيحكي قصة في الفيديو عن مبنى في مدينة ميونخ في ألمانيا بتاع صانع أقفال محترف اسمه هانز، واللي كان راجل مخصص حياته كلها للشغل لحد ما ماتت مراته وابنه، وابتدى هانز في شغله على أعظم تحفة فنية ليه، وصنع 4 خزن. والأسطورة بتقول ان لو في اي حد حاول يفتح اي خزنة من ال4 بالقوة كل اللي في الخزنة هيتحرق. وصنع هانز خزنة إضافية وحبس نفسه فيها، والناس حاولوا يحرروه من القبر اللي صنعه هانز لنفسه، ولكن الخزنة بتكون مستحيلة الفتح، والمادة المصنوعة منها غير قابلة للاختراق، وبتكون الخزنة هي تابوت هانز. والناس رمت الخزنة في البحر بعد موت هانز جواها، وبيتبقى 3 من ال4 خزن اللي صنعهم هانز اسمهم راين جولد وفالكري وسيكريفيد. وفي إشاعة بتقول إنه بيعاد ترميمهم ومحدش عارف هما متواجدين فين. وبالنسبة للخزنة الرابعة محدش يعرف أي حاجة عنها. وبيعمل سباستيان الفيديو وبيطلب من المشاهدين يعملوا سبسكرايب ويسيبوا لايك على الفيديو. ولما بيرفع الفيديو على اليوتيوب بيفتح سباستيان قفل خزنة على الترابيزة في 8 ثواني، وبيبقى فخور جدا بموهبته، وبيكون ما عندوش أي متابع أو مشاهدين لمحتواه على قناته، وبيرجع لحياته المملة وبيروح يجيب قهوة وبيروح البنك اللي شغال فيه وبيستعد للشغل. وبيبقى يوم الروتين عبارة عن إن العملاء بيزعقوا له، وخلال فترة الاستراحة بيبص على قناته على اليوتيوب وبيتفاجئ لما بيشوف أول مشاهدة وتعليق، وبيبقى متحمس جدا، وبيبقى مكتوب في التعليق إن سباستيان يروح لعنوان معين لو عاوز يختبر مهاراته. وسباستيان بيروح للعنوان بالليل وبيقول كلمة السر اللي كانت في التعليق للحارس، وبيدخل المكان وبيكون آخر متسابق في مسابقة لفتح الخزن، وبيبقى مش فاهم حاجة، وبيسأل المتسابقين إيه اللي بيحصل ومحدش بيرد عليه منهم. وبتقول لهم المضيفة إنهم يبتدوا، وبيبدأ كل المتسابقين في فتح الخزن، والمضيفة بتفكرهم إن 4 بس من المتسابقين هيتأهلوا للمرحلة الجاية. وبيفتح سباستيان الخزنة بكل سهولة وبيكون في المركز الرابع وبيتأهل لمرحلة النص نهائي، وبيتراهن المتفرجين على الكسبان. وبيبدأ المتسابقين في فتح الخزن، وبيعرف واحد منهم اسمه نيو يفتح الخزنة الأول، وبيكون سباستيان في المركز الثاني. وفي النهاية بيكون قدامهم 3 دقايق علشان يفتحوا قفل باب مصفح، وبيكون نيو واثق في قدراته. ولما بتقول لهم المضيفة إنهم يبتدوا سباستيان بياخد وقت وما بيتحركش، وبيتفرج على نيو وبيحط ايده على الباب كأنه بيحس بالتروس اللي في القفل. وبيتكلم سباستيان مع نيو بيبقى فاضل على الوقت دقيقة، وفي آخر 30 ثانية بيعرف سباستيان إنه يفتح القفل في ثانية واحدة بكل سهولة. وبيحس نيو بالإهانة وبيحاول يضرب سباستيان، ولكن الحارس بيمنعه، وبيسقف الجمهور لسباستيان، واللي بيلاحظ بنت جميلة وسط الجمهور اسمها جوين واللي هتغير حياته. ولما بيروح سباستيان بيته بيحط الجائزة جنب صورة عيلته، وبيبقى فخور إن جات له فرصة الناس تشوف موهبته. ولما بيروح سباستيان يجيب قهوة في تاني يوم بيتفاجئ بجوين وبيدلق القهوة على نفسه، وبتقوله إنها صاحبة أول مشاهدة وتعليق على قناته، وبيسألها هي مين، وبتقوله إنها البنت اللي هتغير حياته للأبد، وبتقوله إنها كانت مراقباه وعارفة مواهبه وإنه عايش دايما وحيد. وبتقوله إنها في الكافيه بقالها 7 دقايق بس، وعرفت إنها تسرق خاتم واحدة وساعد حد ومسدس الراجل اللي قاعد في ركن لوحده. وبتعترف له إنها سارقة مجوهرات دولية وعايزة تعين سباستيان يشتغل معاها، وبتقوله إنه محدش يعرف معلومات عن هانز وعشان كده هي محتاجاه، وإن بسبب المشاكل السياسية في أمريكا خلال 96 ساعة الجايين هتتنقل الخزن لمدينة جنيفا، ودي هتكون فرصته إنه يحل عقدة إقفال ال3 خزن اللي هانز عملهم. وبتديله عنوان يروح له في حالة لو قرر إنه ينضم لها. وبيفضل سباستيان عايش حياته المملة وهو في البيت وبيتفرج على الأخبار عن وضع أمريكا الحالي، وأخيرا بيقرر إنه يقبل العرض، وبيروح للعنوان وبتستقبله جوين، وبيقابل كورينا خبيرة مجال الاختراق، وبيتعرف على واحد اسمه رالف اللي مفيش حد أسرع منه في السواقة، وآخر واحد في الفريق هو براد كيدج واللي اتفرج على كل أفلام الإجرام وهو صغير وتعلم الإجرام منها. وبتشرح كورينا لسباستيان الخطة، وبتقوله إن الخزنة الأولى راين جولد في فرنسا في مدينة باريس، وبتكون الخزنة الثانية فالكري في مدينة براغ في تشيك، وخزنة سيكفريت في مدينة سانت مورتس في سويسرا. وبتقول الإشاعات إن فيها 100 مليون دولار. وبتكون ال3 خزن صاحبهم ملياردير من آسيا اسمه تاناكا. وبيكون الفريق ما عندوش وقت يضيعه فبيسافروا لباريس فورا، وفي طريقهم للبنك بيخاف سباستيان وبيتوتر، ولكنهم بيكملوا خطتهم. وبيدخل سباستيان للبنك
البنك وبيروح الحمام، وبتمشي جوين وراه وبتسرق المفاتيح من حارس الأمن، وبتطلب من الموظفة إنها توصل لصندوق إيداع وبتستخدم اسمه مزيف، وبتدخل كورينا وبتساعدها اللي واقفة على الكاشير لأنها الوحيدة اللي بتتكلم إنجليزي. فجوين بتدخل حمامات الرجالة وبتاخد سباستيان وبيروحوا الخزنة دراين جولد. وقبل ما سباستيان يبدأ شغله بيضيع وقت طويل وهو بيحكي قصة الخزنة لجوين، وبتكون جوين مش مهتمة وعاوزاه يبدأ بسرعة، ولكنه بيفضل يكمل قصته وبيحكي عن ازاي تم استخلاص الذهب اللي الخزنة اتصنعت منه، وبيقول على الخزنة انها حبيبته، وبيشغل سباستيان اغنية الفنان اسمه ريان جولد على اسم الخزنة وبيبدأ يفتحها، وبيحس بطقطقة التروس في مكونات القفل وكل ترس بياخد مكانه المحدد، وبيقدر سباستيان انه يفتحها بسهولة، وبيفرح هو وجوين جدا بنجاحهم. وجوين بتقوله ان اللي بيعمله ده مش عشان الفلوس وانه عشان يبقى اسمهم مخلد في التاريخ. فبيخرج سباستيان وبتخرج جوين وراه ومعاهم الفلوس، وبيتم اول عملية سرقة ليهم، وبيكون فيها عامل في الانتربول اسمه ديفيد وبيعرف عن سرقة الفريق اللي في فرنسا، وبتسأله باتريس زميلته هو ليه الموضوع همه جدا وان الاولوية حاليا لحل مشاكل امريكا، وبيوريهم ديفيد افراد الفريق اللي كاميرات المراقبة لقطتهم، وبيتعرف الانتربول على هويتهم، وبيعرف ان هم ناويين على سرقة الخزنتين التانيين، ودي فرصة للانتربول في القبض عليهم. وفي مقر الفريق بيحتفلوا بنجاحهم، وبتتكلم كورينا مع سباستيان واللي بتكون معجبة بيه، ولكن سباستيان عينه على جوين اللي عاجباه، وكورينا بتقول له ان جوين في علاقة مع براد ولكن في مشاكل بينهم دلوقتي. وبيروح سباستيان لجوين الأوضة وبيحكي لها سباستيان عن نفسه وعن طفولته، وبيتعرفوا على حياة بعض أكتر، وبتفضل جوين تتكلم كتير، وبيكون براد متعصب من حبيبته اللي مشغولة مع سباستيان، وبتطلب جوين من سباستيان انه يقعد جنبها، وبتقول له بعد لما يخلصوا مهمتهم هتسافر لأمريكا في مدينة نيفادا علشان الإشاعات بتقول ان الخزنة الرابعة جوتر دامرنج موجودة هناك. وفي تاني يوم بيسافر الفريق لمدينة براد، وبيبقى ديفيد مستنيهم هناك، وبيفضل براد يتصرف بعنف مع سباستيان وهم في الطريق لحد ما بيوصلوا للبنك، وبيبقى سباستيان خايف ولكنه بيبقى واثق ان هو يعرف يفتح الخزنة، وبيمثل سباستيان انه محاسب، وبيقول للفريق انه جوه البنك. وبتعرف كورينا تخترق نظام الامن في البنك، وبتخلي سباستيان يعدي من الامن، وبتوجهه في الطريق لحد ما غصب عنها بيتقطع الاتصال، وبيبقى سباستيان مش عارف يعمل ايه من غير توجيهات علشان يوصل للخزنة، فبيدخل لأوضة ممنوع الدخول ليها، فبيلاحظوه الحراس من كاميرات المراقبة ولكنه بيختفي، وبيكون في الاسانسير مع جوين، وبينزلوا لأوضة خزنة فالكري، ولما بيتفتح باب الاسانسير بيقابلهم 2 من الحراس، فبتطلع جوين محترفة في الفنون القتالية وبتضرب الحراس لحد ما بيفقدوا الوعي. وسباستيان بيبدأ شغله على الخزنة وبيفضل يحكي قصة الخزنة والأسطورة اللي وراها، وبيكون الانتربول لسه معرفش انه يقبض على الفريق، فديفيد بيتأكد انهم جوه البنك وبيتحرك وراهم، ولما بيحس الحراس ان في حد مخترق لنظام الحماية بيقفلوا كل الابواب. فبتعرف كورينا ان الحراس بيحاولوا يقبضوا على الفريق، وبيبدأ الفريق في تنفيذ الخطة البديلة، وبيدخل الانتربول للبنك ولكنه بيطلع البنك الغلط، وده بعد ما تم نقل الخزنة لبنك نظام الحماية فيه افضل. وبيلبس براد قناع وبيضرب الحراس بمخدر وبيخليهم يفقدوا الوعي وبيضرب بيها الحراس، وبتكون الخطة البديلة عبارة عن سطو مسلح للبنك. فبيبدأ سباستيان يفتح الخزنة، لكن المفاجأة ان محاولته بتفشل، والمقبض اللي في الخزنة بيدخل لجوه وبيطلع منه مقبض مختلف، ولو سباستيان فشل تاني الخزنة هتفضل مقفولة للأبد. وبيكون سباستيان قلقان ولكنه بيحاول، ولما بيخرج المقبض التاني بيخرج مقبض تالت، وبيعرف سباستيان بمهارته انه يفتح الخزنة اخيرا، وبيفرح هو وجوين لما بيشوف الفلوس اللي فيها. فبتتصل كورينا عليهم وبتقول لهم على الوضع الحالي وان مفيش قدامهم وقت ولازم يطلعوا. فسباستيان وجوين بيعبوا الشنط بالفلوس وبيخرجوا، وبيجي براد يخرج ولكنه بيتفاجئ بواحد من الحراس فبيرمي عليه شنطة الفلوس وبينط من على سور السلم، وبيتخانق مع حارس تاني وبينط من الشباك ولكنه بيتصاب برصاصة. وبتعرف جوين وسباستيان انهم يخرجوا بسلاسة بسبب الالهاء اللي براد عمله. ولما بتبدأ عربية الفريق تتحرك بيجري الاتنين ورا العربية وبيحاولوا ينطوا فيها وهي بتتحرك، فبراد بيساعد جوين، ولكن لما سباستيان بياخد بايد براد بيرميه على الارض، وبيبقى كل اعضاء الفريق ما عدا براد زعلانين على سباستيان. فالشرطة بتطارد سباستيان وبيسرق عجلة من المواطن، وبيقدر يهرب من الشرطة وبينط على قطره وهو بيتحرك. وبتقول كورينا للفريق ان سباستيان لسه ما اتقبضش عليه، او على الاقل الشرطة ما اعلنتش انه اتقبض عليه. وبيطلع ان خطة الفريق طول الوقت انهم يتخلصوا من سباستيان بعد العملية الثالثة والاخيرة، ولكن جوين بتبقى متضايقة من براد بسبب اللي عمله معاه، وحتى رالف بيقولوا انه كان بيحب وجود سباستيان معاهم. وبتبقى جوين مش عارفة ازاي الفريق هيفتح خزنة سيكفرت الاخيرة من غير سباستيان، فبيقول لها براد ان معاهم فلوس اكتر من المطلوب ومش لازم ينفذوا المهمة الاخيرة. فجوين بتقول ان الهدف مش الفلوس، وبييأس براد من محاولته لارضاء جوين ويخليها تفضل معاه في الفريق، وبيقول لها انه
بيحبها ولكنها ما بقتش تحبه، فبيتعصب وبيرميها من العربية. فبتتخلى كورينا هي كمان عن الفريق وبتنضم لجوين وبتسألها يفتحوا ازاي الخزنة الجاية. وفي الوقت ده بيعرف سباستيان انه يوصل لبيته، وبتكون جوين وكورينا مستنيينه وما بيبقاش واخد باله منهم، وبيتكلموا البنتين مع بعض ازاي يتكلموا معاه. فبتصرخ كورينا وبتخلي سباستيان يتخض، فبتعتذر له جوين على اللي حصل، وبيقول سباستيان ان مش مهم هو هيسامحها ولا لا، لان في النهاية الفريق هيمشي ومش هيدوا سباستيان حصته وهيرجع لحياته المملة. فبتتكلم مع جوين وبتقول له ان الوحيد اللي قادر على فتح الخزنة ويصنع تاريخ باسمه. وبيقعد سباستيان معاهم وبيسألهم ايه الخطة وبيقرر يساعدهم. وفي الوقت ده ديفيد بيعمل بحث على اليوتيوب وبيدور على هانز وبيلاقي فيديو سباستيان، فبيعرف ان سباستيان هو اللي الانتربول كان بيطارده. وفي الوقت ده بيكون في طريقه مع البنتين لمدينة سانت مورتيز، وبتكون كل قوات الانتربول في مراقبة كل متر في الكازينو اللي هتتنقل فيه الخزنة، وهتوصل الخزنة للكازينو خلال ساعتين. فالانتربول بيسمع رسالة من الفريق وهم بيقولوا انهم هيهاجموا الكازينو الساعة 5 الفجر، وبيستنى الانتربول لحد ما الساعة 5 بتيجي وبيدخلوا الكازينو، وبتقول لهم مديرة الكازينو انهم عارفين خطورة الموقف وانهم اخدوا احتياطاتهم. فبيسألها ديفيد مين اللي قال لهم، فبتقول لهم المديرة ان الانتربول هو اللي عرفهم، والخزنة اتاخدت من نص ساعة فاتت. وبكده الفريق لعب بديفيد، وان من 8 ساعات فاتوا كورينا اتصلت على مديرة الكازينو وقالت لها على السطو، وقررت المديرة انها تغير ميعاد نقل الخزنة. وجوين عرفت انها تستخبى في عربية وضربت الحراس اللي في العربية وسابتهم على الطريق، وخلوا الانتربول يسمعوا الرسالة وعرفوا انهم ياخدوا الخزنة من الكازينو عن طريق رافعة عملاقة على عربية نقل. وجوين وسباستيان كانوا متنكرين في زي حراس الامن. وفي الوقت الحالي في طريق الفريق سباستيان بيشغل موسيقى وهو قدام الخزنة، وبيمشي الانتربول من الكازينو، وبيكون براد متعصب ان الفريق بالنسبة له خانوه، وبيعرف موقع جوين عن طريق موبايلها. فبتلاحظ كورينا ده وبتحاول انها تمنع براد ورالف، ولكن الشرطة بتقبض على كورينا وبتعرف انها تبعت اخر رسالة ليها لباقي الفريق، وبتوعدها باتريس انها تاخد بالها من اخو كورينا الصغير لو اعترفت باي معلومة عن الفريق. فبتضطر كورينا انها تقول على المكان اللي الفريق رايح له. وفي الوقت ده بيكون سباستيان شغال على المقبض الاخير من ال7 مقابض اللي على الخزنة، ولما بيسمع صوت الطقطقة بتتفتح الخزنة اخيرا، وبيكون براد والانتربول وراهم. فبيفتح سباستيان وجوين الخزنة وبيملوا الشنط اللي معاهم من الفلوس اللي في الخزنة، ولكن لما بيخرجوا من العربية بيلاقوا براد مستنيهم وبيحاول يضرب نار على سباستيان، ولكن بيطلع ان جوين بوظت سلاح براد وبيتخانقوا مع بعض، وبيبقى سباستيان متعصب جدا وبيضرب براد. فبتربطوا جوين في العربية وبتهرب مع سباستيان، وبيقبضوا الانتربول على براد ورالف. وبتبقى جوين فرحانة من سباستيان علشان حاول انه يدافع عنها، وبيقول لها انه معجب بيها جدا، وبالرغم من سوء التوقيت بتبوسه جوين وبتقول له ان هي كمان معجبة بيه. وبيوصل الاتنين بالفلوس للمينا اللي فيها المركب اللي هيهربوا بيها، ولكن ديفيد بيعرف يوصل لهم وبيوجه مسدسه ناحية جوين اللي بتوجه سلاحها هي كمان ناحيته، وبتعمل جوين معاها عرض انه يقبض عليها مقابل انه يسيب سباستيان. فبيوافق ديفيد، ولكن سباستيان بيرفض، وبتقول جوين لسباستيان انها هتوصل له وانهم هيفتحوا الخزنة الرابعة مع بعض في يوم من الايام، وبتزعق له وبتخليه يركب المركب ويهرب. ولما سباستيان بيشوف جواز سفره بالاسم المزيف وبيلاقي تذكرة السفر لامريكا بيتكسر قلبه، لانه من خلال كل الناس اللي في العالم هي الوحيدة اللي كانت عايزة انها تكون معاه. وبيؤمن سباستيان انه هيقابلها في يوم من الايام. وفي يوم من الايام في كاليفورنيا في امريكا واحد وواحدة بيدخلوا المحل صنع اقفال، وبيلاقوا سباستيان وبيوروا له مخطط لخزنة جوتر دامرونج، وبيسألوه لو يعرف يفتحها. فبيبتسم سباستيان وهو فرحان وبيشاور براسه انه موافق، وبيبقى عارف انه هيقابل جوين حبيبته. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.